هو بيقول لي انت شكلك اتغير يا قمر، ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بجد منورني والله. ده نورك يا دكتور. حبيبي الحمد لله، احنا دلوقتي 6 شهور عملنا حوالي 3100 جرافت. كنا زرعنا الجزء القداماني. الحمد لله الدنيا مش باين خالص ان انت زارع. لا ما انا مش زارع. محدش قال لي ان انا زارع. محدش قال لي ان انا زارع خالص يعني. هو قالوا لي ايه اللي بيحصل ده، قلت لهم انا اهتميت بشعري يعني. خدت حقنة. الصراحه مع دكتور محمود لا يعني. الله يسترك. طب احكي لي بقى، انت كنت بتقول لي من شويه كده كلام حلو الصراحه. هو الموضوع انا بفكر فيه من زمان خالص، من 6-7 سنين ماشي. بس هو فكره القرار كانت صعبه عليا شويه. اول ما جيت عند دكتور يعني دخلت لدكتور محمود، فلا هو اللي خلاني اتشجع للعمليه. تمام. انا ما كنتش منتظر النتيجه دي خالص الصراحه يعني. الحمد لله. كل اللي بيشوفني يقول لي ايه ده شعرك طلع ازاي، خصوصا صاحبك. خصوصا صاحبي اللي زرع في مجال كده. بس لا يعني هو الدكتور اكيد والمكان اكيد بيفرق طبعا. الحمد لله. تمام. وان انا اخد القرار ده كانت حاجه صعبه عليا، فكنت محتاج حد يشجعني، فدكتور محمود الصراحه شجعني. الله يسترك والله. طيب انا عايز اعرف، انت لما بتبقى قاعد في البنك مثلا ومحدش بياخد باله ان انت زارع خالص، صح؟ ومحدش هو بيقول لي انت شكلك اتغير يا اندرو، ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. بس بقى اللي في البنك هم عارفين يعني، بيقولوا لهم ده زرع، ما هم لا هو بالنسبه لهم اندرو شكله اتغير بس مش مصدقين ايه اللي حصل. ما حدش يعرف. الحمد لله. انت طيب، في العمليه كانت عامله معاك ايه؟ البنك كان عامل معاك ايه؟ هو انا كنت داخل خايف للامانه يعني. بس لا يعني التيم بتاع الدكتور يعني لا ناس تشتغل باحترافيه جامد جدا يعني. فانا مش حاسس بحاجه. هو كل الفكره بس فتره ممكن تكون طويله رخمه شويه. بس ألم ولا اي حاجه لا، مفيش الكلام ده خالص. الحمد لله. كان لسه في حد بيعمل عمليه النهارده وعايز اقول لك كان خايف جدا من البنج. لا انا صراحه كنت داخل خايف، بس انا ما حسيتش باي حاجه. الحمد لله. ما هو بعد ما خلصنا البنج بيقول لي ما الدنيا تمام اهو. بقول له انت بتقول لي انا انت كويس اهو. مفيش نص ساعه لقيت سامع صوت شخير ونايم. لا الصراحه يعني لا، انا الموضوع فرق معايا جدا جدا جدا. الحمد لله والله. ان شاء الله على خير نكمل مرحله ثانيه في دقن. انا فاهم. مغريه الصراحه، عايزه اخدهم لان هم مضايقينك اصلا. فداك يا دكتور. الله يسترك. في تاج راس يعني مساحتها كبيره شويه، بس عادي نقدر نغطيها كلها، لان احنا الحمد لله معطياتنا حلوه قوي سواء في الدقن او في الصدر او حتى شعر الايد. ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتم علينا بخير باذن الله. ان شاء الله. تسلم والله يا عمرو، بجد تسلم.